أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. بصوا يا بنات، قبل ما أبدأ الكلام عايزة أقول لكم حاجة. كل واحدة فينا جواها قصة محدش يعرفها غير ربنا. ممكن تضحكي قدام الناس وتظهري إنك قوية، بس وانتي لوحدك دموعك بتنزل وتحسي إن مفيش حد حاسس بيكي. أنا النهاردة جاي أحكي لكم حاجة من القلب. يمكن الكلمة اللي هتسمعيها دلوقتي تكون هي اللي كنتي محتاجاها عشان تقدري تكملي. فلو انتي حاسة ان الدنيا قافلة معاكي، استني واسمعي الفيديو للآخر، يمكن تلاقي فيه التغيير أو الراحة ليكي بإذن الله. في واحدة أعرفها حياتها كانت مليانة ضغط، كل يوم تصحى من النوم متوترة، تحس ان الحمل أكبر من طاقتها. في بيتها مشاكل، في شغلها مشاكل، حتى أقرب الناس ليها ما كانوش حاسين قد إيه هي تعبانة. كانت بتضحك قدام الكل عشان محدش يقلق عليها، لكن أول ما تدخل أوضتها وتقفل الباب دموعها تنزل لحد ما تحس إنها تعبت وتنام. وفي ليلة من الليالي وهي قاعدة في الضلمة حست إن خلاص مفيش أمل، مفيش أي حاجة في حياتها بتتعدل. وفي اللحظة دي من غير ما تفكر ولا تحفظ أدعية طويلة، لقت نفسها بتقول كلمة بسيطة جدا: يا رب أنا مش قادرة، ساعدني يا رب. تفتكروا إيه اللي حصل بعدها؟ من تاني يوم بدأت حياتها تتغير شوية بشوية. يعني مثلا صاحبتها اللي مكلمتهاش بقالها شهور اتصلت بيها وتسأل عليها، مكالمة بسيطة جدا لكن قلبها حس إن في حد افتكرها. وبعدها بيومين جالها خبر صغير في شغلها يفرحها، مش حاجة كبيرة قوي بس كان كفاية يفتح جوه قلبها نور. وفهمت إن ربنا موجود. المشاكل كلها ما اختفتش، بس هي بقت مختلفة، بقت حاسة إن في قوة بتسندها، كأن في صوت بيقول لها ما تخافيش أنا جنبك. وساعتها فهمت حاجة: جبر الخاطر من ربنا مش لازم يكون في حاجة ضخمة وكبيرة، ولا لازم تكون معجزة. ممكن يكون في كلمة حلوة من حد غريب، ممكن يكون في رزق صغير جايلك من مكان انت ما كنتيش متوقعاه، ممكن يكون في راحة جوه قلبك. يعني مثلا هحكي لكم موقف حصل معايا، بس ثواني بقى اشرب كده بق قهوة عشان اقدر اكمل معاكم. بسم الله. الله. طيب، كان في مشكلة معايا في البيت. المشكلة دي كانت تعباني جدا نفسيا. المهم في يوم رحت عشان اجيب حاجة من جنب البيت، وانا واقفة بشتري الحاجة من اصحاب المحل لقيت طفل من ذوي الهمم جاي عليا وماسك فيا ومش عايز يسيبني وعمال يحضن فيا، لدرجة ان اخواته عمالين يشدوه يبعد عني عشان ما يضايقنيش، وهو مش عايز يسيبني ابدا، وطول ما هو واقف جنبي عمال يحضن فيا. والله أنا اليوم ده مش قادرة أنساه على كمية الراحة والسعادة اللي دخلت قلبي وقتها. ورجعت من المشوار وأنا حاسة إن كأني في جبر كده دخل جوه قلبي، حسيت كأني ربنا بعتلي الطفل البريء ده عشان يساعدني شوية ويفرحني. في آية في سورة الشورى بتقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا جميل قوي ولطيف ورحيم وأحن علينا من أي حد. وعشان كده أنا حابة أشاركك في سر بسيط. لما تحسي بالهم قولي حسبي الله ونعم الوكيل. الجملة دي مش مجرد كلام، دي زي ما تكون مفتاح لباب الطمأنينة. تخيلي نفسك شايلة شنطة تقيلة جدا على ظهرك ومش قادرة تتحركي بيها، ولما تقولي حسبي الله ونعم الوكيل يا هتلاقي المشوار بقى خفيف عليكي، أو الشنطة كأن إيد شايلاها معاكي، أو حد جه يساعدك في شيلتك. كل ده لأنك وكلتي أمرك لربنا، وكلتي حملك وتعبك لربنا. هو القوي العزيز، هو اللطيف، هو الوحيد اللي قادر يشيل عنك. الجميل بقى إن مش لازم كل المشاكل تختفي، لكن اللي بيكون حلو قوي إن قلبك بيتغير. كنت شايفة الدنيا ضلمة، فجأة تحسي إن في نور صغير بيظهرلك، ومع الوقت النور ده عمال يكبر وما بقاش الحمد لله في ضلمة في حياتك. كنت حاسة إنك لوحدك، فجأة تلاقي نفسك مطمئنة من غير سبب، أو ربنا يسخرلك ناس جميلة حواليك. يعني واحدة بتقولي أنا استمريت على حسبي الله ونعم الوكيل، لكن لقيت نفس المشاكل بتتكرر ومفيش تغيير، بس اللي لاحظته إن أنا ذات نفسي اتغيرت، بقيت هادية، بقيت ببص للمشاكل بمنظور تاني خالص. الردود اللي كنت بردها وسرعة الرد اللي كنت بعمله الأول ما بقاش موجود. بقيت الحاجة اللي تستاهل إن أرد عليها أرد وبكل هدوء وثبات، والحاجة اللي ما تستاهلش ما اديهاش أكبر من قيمتها وما ردش عليها. بتقولي مش قادرة أقولك الموضوع ده مريحني قد إيه.
يعني يمكن لو المشاكل كانت اختفت وأنا فضلت بشخصيتي دي زي ما هي وبتعبي النفسي، يمكن ما كنتش هبقى مرتاحة زي ما مرتاحة دلوقتي. كمان ممكن تلاقي جبر من ربنا في تفاصيل صغيرة جدا، مكالمة من صاحبتك، كلمة من ابنك أو بنتك تخليكي تضحكي، فرصة صغيرة تيجي في وقت مناسب. كلها تفاصيل تبان بسيطة لكنها كلها راحة ربنا بيدخلها في قلبك وبيساعدك بيها. أنا أعرف واحدة كانت ظروفها المادية صعبة جدا، وكل ما تشوف أولادها نفسهم في حاجة تحس بالكسرة، فضلت تردد حسبي الله ونعم الوكيل طول الوقت. وفي يوم وهي قاعدة بتعيط جالها اتصال فرصة شغل صغيرة جدا، أتعابها مش كبيرة لكن كانت على قد احتياجاتها في اللحظة دي بالظبط. فهمت وقتها إن ربنا بيجبر بخاطرها، وإن الجبر مش بس فلوس، الجبر ساعات بيكون في توقيت يديكي يقين إن ربنا شايفك. يعني أحكي لكم برضو على حاجة حصلت معايا، وكأن ربنا بيثبت في قلبي اليقين بيه، وإن أنا لما أحتاج حاجة أو خايفة من حاجة مطلوبش غير منه هو بس. المهم كنت رايحة أزور ناس، وكان مطلوب مني إن أرجع البيت في وقت معين، يا إما هتحصل مشكلة لو اتأخرت. ولما حسبتها لقيت إن أنا مش هلحق، لأن الناس دول مش جنبي، بعيدة عني، ولازم أركب مواصلتين، مواصلة قدام بيتي توديني لموقف العربيات، ومن الموقف أركب مواصلة توديني عند الناس، لأن زي ما قلتلكم مفيش مواصلة أبدا توديني عند بيت الناس من قدام بيتي إلا إذا كان تاكسي. وأنا بصراحة مش هكدب عليكم ما كانش معايا وقتها فلوس إن أدفع لتاكسي، فاستعنت بالله وتوكلت عليه وقلت دعاء الخروج ونزلت، وقلت يا رب سهل لي المشوار. والله إني مسافة ما خرجت من بيتي وطلعت على الشارع لقيت ميكروباص بينادي وبيقول إن هو رايح المكان اللي عند بيت الناس. مش قادرة أقول لكم أنا كنت حاسة إن أنا هعيط وقتها، ما كنتش مصدقة. معقولة؟ ودي يعني حاجة غريبة لأني مش بتحصل، مفيش ميكروباصات أبدا بتقف أو بتروح المكان ده من قدام بيتي، لازم من الموقف نفسه. حسيت كأنها بشرة من ربنا. ده غير ان انا ربنا الحمد لله من عليا ان انا ما اتبهدلش، يعني رحت المشوار بسرعة وما اتبهدلتش في المواصلات انا وعيالي، وكأنها بشرة من ربنا بيقولي انا معاكي، انا شايفك، محتاجة اي حاجة اطلبيها مني، انا القادر، انا اللي بقول للحاجة كن فتكون، انا القوي، انا العزيز، انا القادر على كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل معناها انا مش مستنية من اي بشر لا رزق ولا سند ولا حتى كلمة، انا كفاية عليا ربنا. وصدقيني اللي يعتمد على ربنا عمره ما ينكسر، حتى لو الدنيا كلها وقفت ضده. خدي الموضوع بجدية، وكل ما تحسي بضيق أو حتى بتوتر بسيط قوليها، خليها عادة جواكي، وشوفي ازاي قلبك هيبقى أهدى، وازاي ربنا هيوريكي جبره في تفاصيل عمرك ما كنت واخدة بالك منها، أو حتى في حاجات عمرك ما كنت متخيلة إنها تحصل. فلو انتي دلوقتي حاسة إن الدنيا قافلة، لو مش شايفة غير ضلمة، قولي معايا حسبي الله ونعم الوكيل، وسيبيها على ربنا، وافتكري إن جبره بيجي في لحظة. اللهم يا جابر خواطر المكسورين، اجبر بخاطر كل قلب بيسمعني دلوقتي. اللهم املأ قلوبنا نورا وطمأنينة، وازرع جوانا يقين إن بعد كل ضيق فرج، وبعد كل هم سعة، وإنك يا رب ما بتسيبش عبد لجأ لك ورفع إيده وقال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.